اهلا وسهلا بكل حبايبي. معاكم جدة ملك، جايبه لكم النهارده مثل طريف وقصة قصيرة. والمثل بيقول اللي يتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي. وده مثل من الامثال المصرية الجميلة والمعبرة، وراه حكاية وحكمة. كان يا مكان يا ست في واحد اسمه عم حسين، راجل طيب وغلبان، بيحب الاكل جدا وخصوصا الشوربة السخنة. وفي يوم من الأيام مراته عملت له شوربة عدس سخنة جدا، وهو جعان وما صدق مسك المعلقة وبدأ ياكل بسرعة. أول معلقة لسعته ولسانه اتحرق، وقعد يصرخ ويقول يا لهوي النار دخلت بقي. ومن ساعتها بقى عنده رعب من أي حاجة سخنة. وبعد يومين مراته قدمت له كوباية زبادي، طبعا كوباية باردة زبادي بارد، لكن هو من شدة رعبه مسك المعلقة وقعد ينفخ فيها. ومراته قالت له انت بتنفخ ليه؟ ده الزبادي بارد. قال لها اللي يتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي. والمثل ده بيتقال على الناس اللي اتعرضوا لموقف مؤلم او صعب، فبقوا حذرين زيادة عن اللزوم، مش في الحاجات اللي ما فيهاش حذر بس، لا، يعني اللي اتلسع من تجربة واحدة بقى يخاف من كل الحاجات اللي شبهها او حتى مش شبهها لو ملهوش ذنب. وده يعلمنا ان الواحد يحاول يحكم عقله، مش كل المواقف زي بعضها. وقولولي بقى ايه رأيكم في الحكاية، ولو عجبكم المثل والحكاية اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك. كانت معاكم جدة ملك، واستنوني في حلقات تانية ان شاء الله. وسلام يا حبايبي.